الأكلة دي هتنفعك في كل الأوقات، هتوفر عليكي وقت ومجهود كتير، وكمان أكلة اقتصادية. وقت المدارس أو وقت انتي مستعجلة فيه هتكون جاهزة عندك في دقايق بكمية كبيرة. كمان طعمها لذيذ ومقرمشة والأولاد هيحبوها جدا. أول حاجة معايا نص صدر فرخة وبيضة و2 من البطاطس. أنا هستخدم البطاطس نية كده زي ما هي، مش هسلقها ولا حاجة، أقطعها بس القطع كده صغيرة. بعد كده هقطع نص صدر الفرخة، هحط بقى كل ده مع بعض في الخلاط، هفرمهم فرم ناعم بالشكل ده. اضيف بقى كل ده في بولة مع بعض، وهضيف عليهم باقي المكونات. بيضة، بعد كده هحط معلقة من الدقيق، معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة من النشا، معلقتين كبار من البقسماط الناعم، والتوابل ملح وفلفل اسود. هحط كمان شوية من البابريكا وبهارات الفراخ والسبع بهارات والبصل البودر والثوم البودر. اقلب بقى كل المكونات دي مع بعض كويس، اخلط كده كل المكونات مع بعض لحد ما تبقى بالشكل ده. صينية هحط فيها كيس تلاجة، وهدهن كيس التلاجة ده بالزيت، دهنة كويسة كده من الزيت. بعد كده هضيف عليه خليط الفراخ اللي احنا عملناه، هفردها كده في الصينية. وعشان تسهل علينا عملية الفرد، وكمان لما نيجي نقفل عليها ما تلزقش في الكيس، هحط شوية من الزيت على الوش كده. بعد كده هقفل عليها بكيس التلاجة واقطعها بقى بالشكل ده. بحدد بس كده التقطيعة بتاعتها عشان تبقى سهلة معايا لما اجي اقسمها، وادخلها الفريزر مش اقل من ساعة. بعد كده معايا طبق فيه شوية من الكريسبي، والطبق التاني فيه شوية من الدقيق، تقريبا كوباية دقيق، وهحط عليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود ونفس التوابل اللي احنا ضفناها على الفراخ. اقلب بقى الدقيق مع بعض واقلب التوابل مع الكريسبي. هضيف على الدقيق نص كوباية مية، عايزة الخليط يبقى تقيل معايا بالشكل ده، تبقى طبقة سميكة كده شوية. هقلب بقى لحد ما يجيلي خليط الدقيق بالشكل ده. بعد كده طلعت الفراخ من الفريزر، بصوا بقى تتقسم معاكم بكل سهولة. هحطها الاول في الدقيق، بعد كده اطلعها على الكريسبي. اهم حاجة ان هي تبقى مجمدة كويس جدا عشان تبقى سهلة معاكي، ما تتعبكيش وانتي بتعملي الكفر. لو متجمدة كويس في الفريزر هتبقى سهلة معاكي وانتي بتعملي لها الكفر. حطيها بقى في اطباق وشيليها في الفريزر، وقت ما تكوني محتاجاها تحمري منها بالشكل ده. عايزه اقول لكم بجد طعمها تحفه ومقرمشه، عامله زي قطع الستريبس كده. هتنفعك في اوقات كتير، هتنجز معاكي الوقت، وطعمها بجد تحفه واحلى من اي حاجه جاهزه هتجيبيها من بره. جربوها قولي ايه رايكم فيها. ما تنسوش تحطولي لايك، اكتبولي تعليقات عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديده اللي بنزلها.